ايوه مش هسافر. اغنية ضحى الصباح. صبح يا عم. يا ليه نسيت الغرام. لا محمد من زقك على الخصام ده انت اللي فاضل لي اول ما عرفت معانا القرموطي ومحمد نجم. القرموطي راجل ما يعرفش اي حاجه في الدنيا ولا يعرف يعني ايه شطرنج. محمد نجم راجل لاعب شطرنج. الشطرنج ده لعبه كده بيلعبوها كده يعني في الكافيتريات. فمحمد نجم كل القرموطي يلا يا قرموطي كش ملك والحصان بتاعت مات يا راجل. معلش يابا يعني انت قتلت الحصان. اخر واحد فعلت القرموطي مات. ده شطرنج يا قرموطي وكش ملك والحصان مات يا راجل. معلش يابا انت شبه مرعي بتاع الكلمه. انا رايح مشوار صغير وراجع. المهم صاحبنا القرموطي راح المشوار بتاعه ورجع لقى صاحبنا لسه مستني. بيقول انت كنت فين يا قرموطي؟ ده انا قاعد بقالي نص ساعه كش ملك والحصان مات. فقال له معلش يابا مش انت قتلت لي الحصان، انا رحت سميت لك البهايم. ايه اللي عم؟ القرموطي تعب وراح يعمل 3 عمليات في الكويت. فكان اخو محمد نجم في الكويت فرايح بقى يشوف القرموطي ممكن اخوه يكون بعت له معاه فلوس ولا حاجه. فمحمد نجم راح يقول للقرموطي ازيك يا قرموطي؟ ما انت صحتك زي البومب يا راجل. انت جرى لك معلش يابا انا كنت بتعالج من 3 عمليات، عامل ازاي ده ومنظار وشايل حصل. وقال لي كلمه من 3 عمليات دول يابا ما تجيبش في كلامك يابا. طب ما انت كانت صحتك قبل ما تسافر الكويت يا قرموطي، ازاي ده حصل؟ بقول لك عامل ازاي ده تقول لي ازاي ده حصل ولا اطلع بره هنا. والله ما انا قصدي حاجه يا راجل، وعزمنا على حاجه يا راجل. ده انا ضيف. معلش تشرب ايه في الكلمه؟ اشرب حلب عصر. ولا بقول لك حصى من عكيله تقول له اشرب حلب حصى ولما انت خارج من هنا. طب انا ماشي ويا بخت منظار واخف. ما انتش خارج اقول لك لا انا هضربك قلم ب 5000 جنيه. قلم ب 5000 جنيه؟ طب اضرب يا قرموطي. هات الفلوس يا قرموطي. القرموطي اداله فلوس. معلش يابا ال 5000 جنيه دول اخوك بعتهم معايا من الكويت. ايه اللي عم؟ معانا لجنه من الفنانين. لجنه من الفنانين في الثانوي مش عارفين اي حاجه. وانا بقى اللي براقب عليهم.
قاعد في اللجنه بقى فنانين كتير، فهنشوف بقى الرجاله اللي في الثانوي دي اللي ما بتذاكرش ولا بتحل ولا اي حاجه. فداخل بقول لعباس فارس انت ما بتحلش ليه يا عباس يا فارس؟ حل يا ابني حرام عليك. انا قلت لابويا مانيش نافع في الموضوع ده، لا تنفع. قلت له يابا مش نافع امشي في المدرسه. قال لي خلاص يا ابني طالما مش عارف تمشي فيها اجري فيها. طب اسكت يا سيدي، طلاب اخر زمن صحيح. وانت يا حسن يا بارودي يا راجل يا عجوز يا مكرر، خرب بيتك يا عبد سميع يا بصوخ، الحراميه كسروا شيش البلكونه وصاروا المجوهرات. راحت فينا ايام زمان، ايام ما كان الجنيه 13 باريزه وكانت الفرخه ب3 رجول، طول الليل بايت في المركز مش عارف احل يا ده. طب اسكت يا سيدي، وانت يا احمد يا حداد ما بتحلش ليه؟ يا لهوي عليا ولا يا اخويا كنت رغايه ولا رغايه؟ انت يا مظهر يا ابو النجا تعالى خد لك فلايه تهرش بيها تجيب المعلومات. حلو حلو يا حلاوه، هات لي فلايه اهرش بيها اجيب المعلومات. طب اسكت يا سيدي، طلاب اخر زمن، وانت يا بقى سباح ما بتحلش ليه؟ يا شبح يا عم الحاج، اما تشوف الواد ده مين اللي عمل في كده يا شبح؟ وليد ابو اسماعيل من يوم اللي ما سمعنا حتى عنه في تابع اليوم. روح قول لهم يا عم افتحوا اخبارهم يا عم الحاج، ده اللي انت اتقامت والاواني بقى يا عم الحاج. صاحبك راح الشكل بقى قول له ايه؟ يا حاره لو في واحد مكتوب في شهاده الميلاد بتاعته انه ذكر يطلع لي بقى وتعبت الوجه ما فيهاش معلش وما فيش اسماعيل عشان اسماعيل قتل كمان دقيقتين وطلعوا بيتخانقوا عمال يا عم الحاج. طب انت اللي جنبك ما بتحلش ليه يا يوسف يا بيه يا وهبي؟ يا للحلو يا للمعجزة الأزلية شرف البنت سعود الكبريت من الله شلة مرة واحدة بس. طب اسكت يا سيدي، اما نشوف اللي جنبك ست قطاطا ما بتحلش ليه؟ يا حبيب يا ابني بنت يا غالي ما تجيب لي وقت سجارة يا ولد. هتبدأ تصابة كده لما تبقى زي ابوه تلعب قدامه بأحمر وسخ طب وانت يا استاذ كبير يا استاذ يا حسن فايق، ماشي انت مالكش دعوه بحسن فايق